السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه سوبر ليدي اللهلوبه. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض الكوبيبه الشامي من غير غلبه خالص. هنعملها ان شاء الله بطريقه ابسط من البساطه واسهل من السهوله، وان شاء الله مش هنحط لها برغل خالص. هنعملها كده بمكون يعني ما يخطرش على بال العفريت، وعايزه اقول لكم شكل بقى تحفه وقرمشه بقى اخر جمال. هنتكلم بقى عن الوصفة بتاعتنا الجميلة دي كتير. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير. هنسمي الله كده بقى وندخل على المقادير بتاعتنا على طول. اول حاجة كده في طاسة نضيفة على النار حطيت لها تقريبا 3 معالق زيت، وبعد كده بصلاية انا فرموها ناعم خالص بالكبة وممكن تبشريها بالمبشرة. يا دوب هخلي البصلة بتاعتي تدبل، مش هخليها تاخد لون، وبعد كده هروح نازلة عليها بكمية لحمة مفرومة نص كيلو او ربع كيلو، الكمية اللي عندك في البيت ممكن تشتغلي بيها. وهنشوح بقى اللحمة كويس قوي مع البصلة لغاية لما تاخد لون كده وتبدأ فعلا في التسوية. أضيف بقى على اللحمة بتاعتي شوية من البهارات، عبارة عن الفلفل الأسمر وكمان بهارات اللحمة، وشوية كمان من الثوم البودر والبصل البودر، وهنحط كمان شوية ملح. ولو حابة ان انتي تزودي شوية نكهات كده من عندك يعني زيادة، زي مثلا الهيل اللي هو المطحون اللي هو الحبهان المطحون، او مثلا رشة قرفة بسيطة، برضو في ناس كتير قوي بتحب القرفة على اللحمة المفرومة، هتبقى حلوة قوي. كمان ممكن تضيفي شوية من المكسرات بقى اللي هي المجروشة او المطحونة، بس طبعا مش مطحونة جامد، يعني لازم تبقى كده باينة يعني وسط اللحمة. دي بقى المكونات بتاعتنا بعد ما خلصت اللحمه وخليتها تبرد شويه، اللي هنعمل بيها ان شاء الله الكوبيبه بتاعتنا. ادي كده اللحمه المفرومه وكمان بقسماط مطحون وميه، وهيبقى معايا طبعا ملح وفلفل. والمكون بقى الاساسي اللي احنا هنعمل بيه الكوبيبه النهارده ان شاء الله هيكون العيش التوست. ما تستغربوش، بس بجد والله قرمشه يعني ملهاش حل، مقرمش جدا من بره وفي نفس الوقت طري من جوه، وطبقه اللحمه جواه بجد دايبه وجميله جدا. وزي ما قلت لك ممكن تضيفي لها مكسرات او اي حاجه انت حباها. بجد ان شاء الله هيخليكي تعملي الكوبيبه الشامي دي ان شاء الله في كل عزوماتك، وممكن تقدري تقدميها على سفرتك كل يوم وتزيني بيها سفرتك. وممكن برضو تحطي حشوات مختلفه غير الحشوه بتاعه اللحمه. ممكن برضو تزودي مع اللحمه مثلا خضار هينفع، بس طبعا تكوني مقطعاه ناعم خالص ومشوحاه برضو كده بحته سمنه، او مشوحاه مع اللحمه. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعت بقى الاحرف اللي هي المستويه دي اللي واخده اللون الذهبي، وهخلي بس المنطقه اللي هي البيضه، لان دي بقى اللي هنحمرها بعد كده في الزيت وهتدخل يعني تسويه مره كمان. هكمل بقى بنفس الطريقه لغايه لما اخلص كميه التوست بتاعتي كلها. وده كده شكله بعد ما شلت منه الاحرف كلها. دلوقتي هجيب بقى البوله اللي فيها ميه، بس طبعا قبل ما اجيب الميه هنحط بقى شويه بهارات برضو على البصمات المطحون، علشان يبقى طعمها يعني كده متحيق ويبقى طعمها حلو واحنا بناكل. رشه ملح، رشه فلفل اسمر، ممكن برضو تحطي حبهان مطحون زي ما انت عايزه، حبه قرفه برضو صغيره لو انت بتحبي القرفه. ونقلبهم مع بعض كويس قوي. هجيب بقى قطعه قطعه كده من العيش اللي هو التوست ده، وابتدي ابله في الميه واعصره كويس قوي. هتبليه كويس جدا من الناحيتين، اهم حاجه ان انت تغمسيه كويس قوي في الميه. وهاضغط عليه كويس قوي بايديا بحيث ينزل كل الميه الزياده اللي جواه، احنا كده بس خليناه يبقى زي العجينه وطري شويه في ايدينا. وبعدين هامله بقى معلقه كده من اللحمه المفرومه المتعصجه اللي احنا كنا عاملينها دلوقتي مع بعض، وهحطها كده في النص. الحشوه بتاعتنا الجميله بجد يعني طعمها جميل.
وهابتدي بقى اقفل القطعه بتاعه التوست دي كويس جدا. هتقفليها طبعا بالراحه وتتعاملي معاها بالراحه جدا، لان هي بتبقى مبلوله يعني ومن السهل انها تتقطع معاكي. فانتي لما تحطيها كده تحطيها على راحه ايدك، وبتبداي بالراحه خالص تسيسيها كده وتقفليها زي العجينه بالظبط، بتتقفل معاكي بكل سهوله. هاغمسها بقى كويس أوي كده في البقسماط المطحون من غير بيض خالص يا جماعة، والوصفة دي على فكرة حلوة جدًا برضه للناس اللي ما بتحبش البيض. أهم حاجة تغلفيها كويس أوي من كل ناحية بالبقسماط المطحون. ودلوقتي حبيت برضه إن أنا أعمل معاكم قطعة كمان علشان تتأكدوا كده من الطريقة. بتبليها كويس أوي من فوق وتحت بالمَيّة، وعلى فكرة المَيّة دي يا جماعة من الحنفية مش محطوط لها أي إضافات. وبعد كده بتضغطي عليها تصفيها خالص من المَيّة، وتحطي بقى معلقة من الحشوة بتاعتك اللي أنتِ تحبيها، وتبدأي بقى تقفلي كويس أوي من الناحيتين. وبعدين هنغمسها كويس أوي بقى في البقسماط كده من كل ناحية. خلاص كده أنا جهزت الكمية بتاعتي اللي أنا هاعملها. دلوقتي هنروح بقى على الزيت على طول ونبتدي نحمّر فيها على طول. في طاسة بقى نضيفة على النار وحطيت فيها شوية زيت، لازم يكون زيت غزير، واخلي الزيت يسخن كويس، بس طبعا مش هتخليه يولع يعني يبقى دافي. وبعد كده هبتدي انزل بقى بكرات الكوبيبة بتاعتي اللي هي باللحمة المفرومة في الزيت، ومش هتقلبيها كتير غير لما تحسي انها فعلا ابتدت تدخل في التسوية. وكمان الجانب اللي هو بتاع الكوبيبة من تحت يعني ابتدى فعلا يحمر وياخد لون دهبي حلو، لان انت لو قلبتيها كتير هتبداي ان هي تفك معاكي في الزيت، فخلي بالك برضو من النقطه دي. وبالنسبه للنار يا جماعه بتبقى نار وسط برضو، ما تعليش عليها النار، على اساس يعني تتحمر كده على كيفها وبالراحه خالص. لما بتاخد اللون بقى بروح قلبها على طول على الناحيه التانية، وتتعاملي معاها برضو بمعلقه بلاش شوكه. حابه ان انت تعملي الطبق ده يعني في رمضان في العزومات بتاعتك، ممكن تعملي كميه وبعد كده تحطيهم كده على صينيه، وتفرشي تحتها أي بلاستيك فيلم، أو مثلًا اللي هو الأكياس بتاعة التلاجة برضه تفتحيها وترصي عليها الكوبيبة، وكمان تغلفيها كويس أوي بأي حاجة من البلاستيك برضه من فوق، وتحطيها في التلاجة، وقبل الفطار بقى في العزومة بتاعتك بتحمّريها على طول، وما شاء الله بتاخد اللون الدهبي بقى في ثواني زي ما أنتم شايفين كده، ما شاء الله جميلة جدًا. وعايزة أقول لكم كمان مش بتبقى شاربة زيت، بس طبعًا لمّا تحتفظي بيها لازم برضه تكوني مغلفاها كويس أوي بالبقسماط، علشان يعني ما تعجنش منِّك، وتفضل ماسكة نفسها كده ومحتفظة يعني بكيانها. بتقدميها بقى على سفرتك كده على طبق بقى مفروش شوية بقى من الخضرة، وممكن طماطماية كده تعمليها على شكل وردة، وإبداعات بقى وحركات كده في رمضان قدام ضيوفنا إن شاء الله. وربنا يا رب كده يزيح الغمة ويزيح البلاء اللي احنا فيه، اللهم آمين. ويجي رمضان كده علينا كلنا بالخير واليمن والبركة، اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين جميعا يا حبايب قلبي. وده كده كان الشكل النهائي، قدمتها زي ما قلت لكم مع شويه بقى من الكاتشب. عايزه اقول لكم طعمها بجد تحفه، حكايه ملهاش حل. والعيش اهو التوست بجد مستوي كويس جدا، وطبقه اللحمه المفرومه بجد روعه. لو حابه برضو ان انت تزودي لها جبنه موتزاريلا من جوه هتبقى برضو رائعه قوي، بس انا النهارده الحقيقه ما حبيتش يعني اضيف جبن. وبجد يعني جامده جامده اخر حاجه. اتمنى بقى يا حبايب قلبي ان كلكم تجربوها، وان شاء الله هتعجبكم جدا، انا واثقه ومتاكده من كده. وهستنى كمان تعليقاتكم الجميلة على الفيديو ولايكاتكم، واشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد. مع السلامة.